ده الاسم بالكامل. بدأ باسكت في نادي الجزيرة على يد الكابتن عمر مدني، لعب منتخب ناشئين 2008 في بطولة أفريقيا. وسافر مع الفريق لكأس العالم للناشئين، اتشاف في كأس العالم للناشئين. انضم لجامعة رايس، دي جامعة متوسطة، منها بعد تميزه انتقل لجامعة أخرى اسمها يو اس سي، دي جامعة أعلى تسبق الان بي اي مباشرة. وآخر سنة ليه زي ما قال هيثم عرابي دلوقتي في الان بي اي اللي هي السنه الجايه، وبعد كده في كلام ان هو ممكن ينتقل لدوري المحترفين الامريكي اللي هو الاغنى والاقوى والافضل على مستوى العالم كله، الان بي اي اللي احنا بنقعد نستمتع بيه كلنا في للناس السهرانين في فتره الفجر، والناس اللي مش سهرانين بيتفرجوا على اللقطات في النشرات الرياضيه المختلفه. هناك لفت انظار النقاد الرياضيين في عالم الباسكت في امريكا، ومرشح انه يبقى موجود في احد الفرق في دوري المحترفين الامريكي لكره السله. يا رب نتمنى التوفيق لعمر ان شاء الله، ويبقى صوره جيده ان شاء الله. هروح مباشره لامريكا مره ثانيه لعمر طارق محمد سعيد عرابي. عمر، السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا عمر؟ انا عايز يعني اقول لك بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، منعا للحسد يعني. وعايز اقول لك يعني للامام يا عمر، شد حيلك، يعني محتاجين يعني نفسنا يعني نتمنى ان في مصر يبقى فيها لعيب بيلعب في الان بي اي يعني. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يخليك. وانا بشكر حضرتك ان حضرتك مستضيفني على البرنامج بتاعك. اولا اشكرك يا عمر، ده احنا اللي بنشكرك. وعايز بس، واحنا مسهرينك طبعا انت فرق التوقيت اكيد انت سهران جامد جدا دلوقتي. طيب عمر، يعني عايز اعرف بس منك الرحله دي اكيد كلها تعب، بس اسالك الاول ايه رقم 34؟ اشمعنى 34 يا عمر؟ والله انا كنت يعني كان في لعيبه كتير انا بتفرج عليها في الام بي اي من زمان وانا صغير وبتابعها يعني، واللعيبه اللي انا كنت بحبها، فيعني حبيت ان انا البس 34 زيهم. اسمه زي مين يعني؟ زي مين كده؟ كان في واحد اسمه حكيم علاجوان. طبعا حكيم ده واحد اسمه شاكيل اونيل. شاكيل اونيل طبعا. لا احنا عندنا فكره برضه يا عمر، احنا مش ابيض للدرجات دي يا عمر، عندنا فكره والله برضه. هم دول اكثر اثنين يعني كنت بحبهم، هم بيلعبوا نفس المركز بتاعي، البوزيشن بتاعي، فهم دول حبيت نفس الرقم بتاعهم. عمر، ما يعني ما شاء الله ماشي بشكل كويس. اخر سنه ليك ان شاء الله السنه الجايه زي ما قال لي هيثم عرابي في دوري الجامعات، وهناك ان شاء الله امال انك تبقى موجود في الان بي اي السنه اللي بعدها. صحه الكلام ده كلام مظبوط ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب عمر، ما حصلش استدعاء ليك لمنتخب مصر الفتره الاخيره؟ لا والله، هو في اخر فتره دي يعني انا كان بيبقى عندي جامعه طول الوقت، ويعني كنت ببقى مشغول في الجامعه في التمارين وكده، كان بيبقى عندي ماتشات في نفس الوقت اللي في المنتخب، فكان يعني ما حصلش توفيق ان انا اقدر ان انا العب مع المنتخب. يعني كان دايما بيبقى عندي ماتشات هنا في الجامعه او بيبقى عندي جامعه، فما بقدرش ان انا اسيب الجامعه هنا واسافر العب مع المنتخب. بس يعني ان شاء الله لو في اي حاجه في الصيف ولا في اي حاجه في الوقت اللي انا ما عنديش فيه الجامعه، طبعا انا يعني يشرفني ان انا العب مع المنتخب يعني. طب انا اسالك يا عمر، يعني هو بيتم استدعائك وانت بتعتذر ولا هو ما بيتمش استدعائك اصلا؟ لا يعني هي كانت في مره واحده اللي انا تم استدعائي من سنه ونص تقريبا، وهي الجامعه يعني اعتذرت، يعني الجامعه اعتذرت بالنيابه عني ان انا ما اقدرش ان انا يعني اروح العب معاهم، عشان وقتها وسط السيزون بتاع الجامعات هنا، ما كانوش قادرين يعني ان هم يسيبوني يخلوني اروح العب مع المنتخب. ده الكلام ده من سنه ونص تقريبا ومن بعدها لا حس ولا خبر؟ لا بعدها ما في. طيب عمر، عايز اسالك سؤال، مين من اللعيبه في مصر هنا اصدقائك؟ يعني مين هنا اللي ليك صداقات معاهم، في تواصل معاهم دائم، الاخبار، تليفونات وكده؟ مين في اللعيبه المصريين اللي موجودين اللي بيلعبوا حاليا يعني؟ لا في كتير يعني، انا كنت بلعب مع منتخب الناشئين زمان، وانا كنت بلعب مع نادي الجزيره قبل ما اسافر، فانا كل اللعيبه اللي في نادي الجزيره اصحابي جدا يعني، الناشئين والكبار الدرجه الاولى، ولعيبه يعني من نوادي كتير، في لعيبه من اسكندريه، يعني لعيبه من كل النوادي، في ناس كتير يعني الحمد لله انا يعني علاقتي كويسه معاهم وبتكلم معاهم على طول يعني تشوفهم. لكن اللعيبه الكبار اللي هم في منتخب مصر حاليا مفيش علاقات قوي يعني؟ لا اللي هم يعني الكبار مش قوي، لكن يعني في الناشئين اللي هم دلوقتي يعني ابتدوا ان هم بقوا بيلعبوا في منتخب مصر، ويعني الجيل الجديد يعني اللي دلوقتي بيلعب في منتخب. عمر، انت حاليا عندك كام سنه؟ انا 21 سنه. 21 سنه.
ايه اللي ناقصك يا عمر عشان يعني تقدر انك تبقى لافت النظر بالنسبه للمدربين في انديه الان بي اي؟ اكيد في حاجات ناقصاك، في حاجات عايز تزودها، عشان اللي احنا بنشوفه في الان بي اي ده في الدوري الامريكي ده شغل عالي قوي وشغل رهيب جدا. فايه اللي ناقصك يعني؟ مش عارف، انت قول لي ايه. امبارح انا كنت بتفرج على اول امبارح على مباراه برشلونه وفالنسيا في نهائي كاس اسبانيا. حاجه في لعيب اسمر في برشلونه مش طبيعي، ده مش يعني حاجه، مش عارف مين ده بس لعيب جامد قوي يعني، حاجه فظيعه جدا. ايه اللي ناقصك عشان توصل للناس دي يا عمر؟ هو طبعا يعني اهم حاجه ناقصاني عشان انا جسمي، يعني انا طويل وجسمي كبير، فهي السرعه يعني اهم حاجه عندي. يعني اكثر حاجه انا محتاج اشتغل عليها عشان اقدر العب يعني في الليفل ده، لان هو يعني اكثر حاجه تفرق ما بين الجامعات والان بي اي اللي هي سرعه اللاعب والقوه، يعني قوه الجسم كمان. يعني محتاج اشتغل ان انا اقوي جسمي اكتر. انا فرقت طبعا من ساعه ما جيت امريكا، من الاول فرقت جامد جدا، بس لسه برضه عشان اوصل يعني للمرحله اللي جايه دي محتاج ان انا اشتغل على جسمي اكتر، اقوي جسمي اكتر واقوي السرعه، يعني سرعه رجليا وسرعه الجري وكده. عمر اتمنى لك كل التوفيق يا عمر، وان شاء الله لا يعني هتابعك، مش هقدر استنى لغايه السنه الجايه لغايه ما نشوف هتوصل الان بي اي ان شاء الله، لكن هتابعك باستمرار ان شاء الله، وتسمح لنا بده ونبقى على تواصل دايما لغايه ان شاء الله ما تحقق حلمك وتبقى حاجه كبيره لمصر ان شاء الله، ان يبقى فيها لعيب بيلعب في الان بي اي ان شاء الله باذن الله. شكرا، متشكر جدا. اشكرك واتمنى يعني ان انا اقدر اعمل حاجه لمصر ان شاء الله يا عمر. شكرا جزيلا يا عمر، ربنا يخليك وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. عمر طارق محمد سعيد عرابي، خليكم فاكرين هذا الاسم. نتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله، نتمنى له ان يبقى صوره كويسه لمصر مميزه في امريكا وفي دوري المحترفين.